أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس 79 ديال دروس الفقه السنة النبوية، وذي الحلقة في 4 من حلقات محور الاقتصاد الإسلامي، قواعد وقيم. قواعد وقيم. يتمثل في الدرس بوسا أد المسلاي فينا موضوع الحلقة أسنسمي الإنتاج قواعد وقيم. إمد المسلاي الحلقة ثانية عدان في الملكية نناد بالله ربي سبحانه عز وجل استجاب لنداء الفطرة بإباحة الملكية الفردية. يعني ربي دي خلقنا مذان يزرع يحمل هذه يكسب أما تمور ثم تزمور ثم يأكل خيرات الدونيث. مادام ربي يحصى الشياقي يقبلاس، ولكن يفقند سين الصناف نناد يون الصنف يجوز، يون الصنف ولا يجوز لا. وقد نفسر ياك مرة يجوز بنادم هذا يكسب سلخدماس سلا ثابت ستيديس ستريكا ما يورثد سلي دوناسيون الهبات ما بظنتيد لي تيستامون الوصايا الى اخره. ونفقند الكسب الحرام ويجوز هذا يكسب بنادم اما ستوكرضا اما سر الشوا أما سر الربا إلى آخره. من بعد نفكد قواعد أخرى لحماية الملكية بعد اكتسابها. ميدوسا الملكية يقري سنيك وسقرر الضبرغة قرو الخدمة غين تبغيض خاطي أتخدمض أين تبغيض، ولكن ذي الفغير ربي. سيتادير مثلا الاكتناز لا يجوز إلى الاستثمار، التبذير الإسراف متبذرا في قرارة أذري ماكي ينو ذي العثافي والشرية غنغاض ذكرى. لا، ربي سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نفس ذاك في مسالاكي الساكن الشم ديال الموضوع مهم جدا، وهو موضوع الإنتاج قواعد وقيم. زرما يتمثل النظام الإسلامي في مجال الاقتصاد السماء كشي مسالاقي إذفاع المال نغل رزاق سواسمي أثين دي سوفا ومذان أكا ألما يوضر التداول غل الإنفاق الاستثمار توزيع الثروات، يعني في جميع المجالات. معناه هناك قواعد ضابطة لحركة المال والأعمال في جميع المراحل ابتداء وأثناء وانتهاء. ما لا يدرك كله لا يترك جله. أتصن تمثال يجي لا قاتد نشرح، ولكن نفكان أين نسبم الموضوع بوسع وعلى حسب الوقت إنسان. مادام ساقد نسمسي في الإنتاج إلى قضى نحصب لي مثلا القرآن الكريم أكد السنة النبي صلى الله عليه وسلم أتوليهن أمذان غل الإنتاج قبل نهضر في الاستهلاك ويقول نحن وجرا نوصي مذانا مشارا يتشا مشارا يسوق ذاكي السن هذا يروح هذيك الشم السوق ليسونسيالات أتعمر خريط هذيك الشم السوق ديال وثيك والغاشي تاغن سوال نسم أي مثوالثيط يغيثيد يحواج يثموث يحواج راه فهي مسألة أخرى. ولكن شرعنا الإسلام يتوليه إمذانا إنسلما غل إنتاج لا برودكسيون قبل سيني روح تخدم الاستهلاك. وتصل آية في قلان وليهم مرا الوسائل لي مويان وهم من ترى. لذلك الشريعة تهتم بالمقاصد ابتداء وانتهاء، أما الوسائل كما يقول السادة الفقهاء فلا حكم لها. المقاصد يقول لك اكسب وكي مقصد اكسب خدم تريكا خدم الثروة كاعين ربي
ولكن لي مويان على حسب الوقت. مثلا زي كمشي كرزن ستيوبا الناس تحرث بالثيران، هذا كرزن ليس خطر الحاجة أم الاختراع. ثيوبا إزقارا سي كرزن يمذانا ذيني مقارن استقبال الزيك ثمطوث حرزن ثيف ثيوبا كرزن شبهنت أيغر خطر ثيوبا وين تيكسفن ويتلازارا ثيوبا هذه الصفة ثيوبا الماعون زرمو قاعد يخدم ذا فلاح الزرع هذه الزريعة في ثياثيس الخير ربح هذيك شمل الخيريس الخلا هذه يروح هذيك خرز يظل من فلاحا سمحتي يهضر ميم يزقال هذا سميتي غير فلاحا هضرني يزقال ما راسيني اربح مسيني حذريك ماك وكذا المشفي ذا مشطوح سلغي مغارن كيهضرن سبحان الله. أم بعد داو الزمورث نيك الزمورث لا حول ولا قوة إلا بالله يتفكر كوزنا مشطوح نغاجو القاضي قارنا كني فبالتالي ما يغلظ يغاواثي جع كنكا هذي غادي يفهم. ولكن غنقارن أزقر هذي خرز يموري زميرا هذي خرز أثاوين صباطوار وقارن دي مثل كويت سؤال الخير هذي يغال بلا ما كملا ذيني فهم. ولكن يا جماعة الخير لا هذه سنة الحياة ثيكيد لي موين استخداما مي الساقي الحمد لله الساقي لي موين لي تراكتورين جرارات وكذا ولي حواجه هذا غن بعد فلاح هذا يروح هذا يطفى فامتا هذا يرفد مير هذا يخدم في ويزي هذا يروح هذا مير هذا يروح هذا السروث هذا الزيزدي ياكلوا موراكي قريب روح انت ياكثرا سرار. ولكن تولات لي موين لا تكنولوجي هناك ثورة صناعية وفرت الأوقات ووفرت الطاقات واختزلت المسافات والأوقات إلى آخره. ثقيل لا تكنولوجي معليش ولكن توجور تفلحت. الله ربي سبحانه لي موين يخدمين تصاير يجري فاسنيك تخدميت ليسونسيال إليك عضو منتج المهم تحقيق المقصد. الشريعة تهتم إذن أساسا بالمقاصد ثم تأتي الوسائل التي يخترعها الإنسان في كل زمان ومكان. طيب ذي الخياطة أكيد ثمتوث ثمتوثيك الزطن أتزط فرنوس أتزط علاوة حنبل وكذا إلى آخره. مي سيقول يقول لا ماشينين في زمن وجيز يقولوا قدام شطوخ أكيد السوفغ العجب لوزين هذا السوفو لي مويان الشرع يوصد في الاسد ان خدمت اين من الزمرم يكتشفوا اكون عين ربي. والوسائل الان في تطور مستمر ومازال التكنولوجيا تطور ارزلات. طيب اولا انا بديت هذه التفاصيل ارشاد الاسلام الى ثروات الطبيعيه. الاسلام يوله امذان غير الخير غادي يفكى ربي اما ذيك جنوان اما ذي القاعه اما داخل القاعه اما ذي البحور اما ذي الغوافي ذي كل مكان. تصل الايات اختار غد بعض الايات منها دينا ربي سبحانه الله الذي خلق السماوات والارض. يهضر ربي سبحانه السماوات والارض قبل ذلك من الايه على بالكم ربي سبحانه يبذرد اسم السماء يجنوان نغيجني 310 إبردان بلفظ السماء الإفراد تساد 120 صوذان بلفظ السماوات تساد 190 متجمع 120 زائد 190 أدفض 310 كل يدكم كنيس إلى وددنا ربي سبحانه السماء بالإفراد ذي السياق ساعة المعنى إلى وددنا السماوات إلى وددنا السماوات والأرض مثلا في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب.
إلى آخره. وين لا نجري جنوان ذي القاعة مثل السحاب إمدنا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، تجد تسد في سورة البقرة الآية 164. شيء عجيب لا يتسع المقام للبيان المفصل في هذا الموضوع. 310 يدفذ ربي سبحانه إجنوان. ما إلا ذي القاعة فين تعيشي يفذريتيد 461 مرة في آيات كثيرة. أذكر على سبيل المثال: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، ينزل ربي سبحانه أمان سجنوان، فأخرج به من الثمرات، يجعل ربي أمان ذي السبة باش يفغ الخير. أو كاين يزرعوا فلاح، أين يزاو فلاح هذا يمغي السلاد من ربي. وذا قال لي في قبايليت لو كان سنتي حساب وفلاح وسنتي زرعه. شو المعنى يس؟ معنى فلاح يسعى النية، يكرد الصباح يسوف ثيوقا يرفد الزريعة يخدم ثا فلاح يتراجع ربي يكفى ووال ما إلا يفكاد ربي الله يبارك ما ولاش أذي عيودة سكواس ديت الدون وسي قرار بقى على خير فلاح النية وفلاح. طيب سيدي، إذن إجعل ربي أمان للسبب يأخذ الأسباب، خاطر ماشي ذا فلاحي دي السمغين النعمة ثمزين غير ذن لا عدس نغدا شو، ولكن ذا ربي سبحانه يدي السمغين الثمرات سلاذنيس سلقضرايس يجعل أمان السبب. أما كدينا في آية أخرى: وجعلنا من الماء كل شيء حي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ذو الأرزاق يخنوي يتخلق مرة. لذلك الشيخ الشعراوي فلاس يعفو ربي يتحدث عن عطاءات الربوبية وعن عطاءات الألوهية. عطاءات الربوبية يفكث ربي وكي مذانا النعمة كل خير يقوم السلام يفكث ربي إيوين يؤمنن إيوين يكفرن إيوين يضوعن إيوين يعصان. ولكن عطاءات الألوهية يتسكث كان المؤمنين. من عطاءات الألوهية السكينة كما قال القرآن الكريم: وننزل من السماء هو الذي جعل هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في آية أخرى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النتيجة: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هناك إذن عطاءات الربوبية أنت تسكى ربي سبحانه لجميع البشر يكوث خلقيث، ولكن هناك عطاءات الألوهية هذه خاصة بالمؤمنين وفقط. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. أمشي تلحو السفينة ذي البحر، أمشي تلحو وانتم عارفين الملاحة البحرية السجين من الوسائل العظمى الكبرى في التجارة البحرية، في التبادل التجاري، في العلاقات بين الدول والشعوب منذ القدم. روح أصغر الحضارات القديمة مثل الحضارة الفينيقية أتفضل باللي الفينيقيون والبحر. هذا رد فلاس الفلاسفة، هذا رد فلاس علماء الحضارة، هذا رد فلاس الشعراء إلى آخره. البحر أماكن السفن الخارج لاندكس الخيرات اللي داخل البحر، وإذا غتستخدم البحور الملاحة البحرية نقل البضائع، نقل البضائع والسلع، وكذلك التجار والسياح إلى آخره. ذي الخير ذا القرآن: وسخر لكم الأنهار. أما كدي يهضر ربي في البحور يهضر في سفن. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الراحة السكون والسكينة والراحة، ولكن دقزال الخدمة التجارة السفر إلى آخره. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. أين كي السثر مفكايا وانتيد من بعد دينا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يوندي نغولي الزميرة سيف كزال يوثن النعمة سي نعم سيدي ربي ودينا نعم بلوريال
إناد نعمة يوث النعمة ونزمير على السنف كزاي السنف كالقيماس الآية تقول السلام وسنتب دي سورة إبراهيم سي الآية 32 المثل الآية 34 الآية ثالث ربي سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سورة لقمان الآية 20 يفكر ربي النعم تجي لو سونس جلوبال المعاني الإجمالية فقط نبين أمشي ربي سبحانه وتعالى النعم لنت النعم الظاهرة يدفانا لنت النعم الباطنة إشارة إلى النعم فوق الأرض وتحت الأرض وثورة الحمد لله مع البحوث والدراسات الكبرى يغالي مذان يكشم داخل القاعة يجبد البترول يجبد الذهب يجبد الفضة يجبد العجب ذا شو الخير يقلان داخل وعبوض من القاعة. ثانيا أنواع الثروات أنواع الثروات التصي قلان فكذا ولا كان دي الدرسة كام زوارو يقعنان ثروات أدفذوغ ألف الثروة الفلاحية الزراعية والنباتية مثل العجف اخترت بعض الكتب بعض الدراسات من هذا الكتاب قام مشطوح يعني كونسونطري لاكريم يغدي يفكا من الخير يدي يفكا ربي سبحانه عز وجل ذي القاع أما ذي تمزين غسي بركانين ميساقي الحمد لله لرشيرش الطب بوسا خاصة وقاعد يهتم من الطب البديل أكن ملان أما ذي مسلم أما ذي الكفار الناند ولا شويق عن القيمة الصحية الغذائية إيومذان ذي الزمرثيس أما القوث نزيه منها ثمزين أنا خمسة شوية بلجستية ثمزين وش في غزيك نقارو تيفركانين خي قارنا في القوال ياكل الغلة ويسب الملة ثمزين الشعير في المثل العربي يقول كالشعير يؤكل ويذم التمغاشي في قارة ذا من الحمد لله هسه العلوم فقنا تدبلي ولا شوك عن القيمة الغذائية أما المكان نزيك خاصة ثمزين ونفع الصحة ونفع ماشي مختص باش نفكر التفاصيل ولكن أنبه ذو الله مدينة ربي سبحانه ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا مثلا ربنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فقيد التسخير ربي دي سخرا أتزوز الرعاة دمغي الخير الباح إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يمدي في ذلك ربي لي السين ياكل العالم تاقي يستخدم يتنبيها باش نستخدم الله نتفكر نتدبر النظر التفكر التدبر إلى آخره. تجي في سورة الجاثية الآية 13 ده ربي في سورة الذاريات الآية 20 وفي الأرض آيات لمن للموقنين يعني أتسوي الفايدة وتوحد ربي ومن توحد ربي سبحانه. يعني ربي في آية أخرى في سورة ياسين الآية 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أين تسكي القاع ومن أنفسهم نكني عالم البشر ومما لا يعلمون. ذلك إشارة علمية دقيقة جدا إشارة إلى انبثاث الزوجية في الكون في عالم البشر في عالم النبات في عالم الحيوان في عالم الطيور في عالم السحاب في عالم الذرة ما نعلم وما لا نعلم لكي يبقى الإعجاز القرآني قائما قال ومما لا يعلمون ومما مع توجور أكن يبغوا يسنوا مذان ذكر النثى ودي المعنى يس إلا ذي البشر ذكر النثى ذي الحيوان ذكر النثى ذي الحشيش ذكر النثى ذي الطجور ذي الذيور إلى آخره. وروح على عالم الذرة أتفضل دائما سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. طيب نغال الآية أيضا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سورة الأنبياء الآية 30
هذا كيجعل ربي الماء عنصر أساس في الحياة، مقوم أساس في الحياة. ربي سبحانه قبل غديني مرحبا يسون القاعة قبل هذا نسال الدونيت يهكايا غد لي كونديسيون دو في، شروط الحياة. بارمي شروط الحياة الأكسجين كي نسيرسبيري، الهواء، الماء، الغذاء، الكساء اللبسة، الإيواء السكنة، الدواء ذي الدواء، ودواء ذا دخل ذي النباتات. والساقي ذا الطباء يتسنادين ديال شغالاكي يوين الأدلة قاطعة معناه سور 100% باللي الطب الأعشابي ينفع أكثر، خاطر يسار لي زيفي سكوندير ورسالة أكي ينفعوا كي تضروا. وديجا من وغير الإستوار لا ميدسين تاريخ الطب أن في المدسة مزورة وغالب فذان سي الأعشاب الطبية. ونحمد ربي نشكر بالمناسبة الجزائر ثمرتنا صنفت ضمن الدول الكبرى وميكفك ربي الخير ذا القرآن ذي الأعشاب الطبية. طيب سيدي أم بعد ذا شو دينا ربي في آية أخرى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع كاين نزرع والزيتون أزمور. الله يبارك في بعض الكتاب اسميس أسرار العلاج بالزيتون نسعى 35 أين غير هذا الكتاب ثاقي 35 الأنواع وزمور لقط زمور مثل في الجمعة ديريكت تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله يبارك على الأقل 35 نوع. وفي كذا أسرار العلاج بالزيتون دراسات يثنتي خدمان ماشي كندير سلمان دفتر بعض الأسماء. مثلا يون البروفيسور درجة بروفيسور اسمي سيرج رينو واقي يخدم دراسات طبية في مختبر لابوراتوار المعهد الوطني للدراسات والبحوث الطبية في مدينة بوردو سنت. لكن مثلا يخدم دراسات عظيمة جدا في زمور في زيت زمور. ثلاث دراسات اسمي الدكتور بوني بروس واقي امريكاني يخدم في لابوراتوار في كاليفورنيا في زيت زمور. ذاك الدراسات لن ينسل من الكفار ذاك يدي هضرا باللي الخراقي وزمور اطاس الفايده تيك الساعه اطاس العلاج قلا يديتك. والنخيل تزديت نسمر والاعناب في زورين غاضين ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يغدلني غير التفكير سورة النحل سي الآية 10 الآية 11. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لأنه قال استخدام في زورين استخدم نسيس الشراب الخمر باش يحتفل سورتو سوسكواس الجديد. ألو سكرا ولكن ربي دوا رزقا حسنا ولي سعنا الله هذه يستخدم الخراقي ذكوين ينفعا ذي الطاعة ماشي ذكوين يضرا ذي المعصية. ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وقال يسعن العقل يسعن الله سورة النحل آية 67. أم بعد يضرب ربي ذاك الزيزوان والخير ذا يتخدم نسات اشو ديالنا في التجور في الغوافي إلى آخره ثاني كذاكي. إنك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا باش تطول غير في اللون أنت تكتبين يضرب في الغواوي الغابة ذا شو الفايدة اللي تسعى. أما الهواء النق تنقية الهواء أما الرحب بمذان تتكدي صغارا إلى آخرها أنت ذاكي خلاصات مركزة في كذاكي دراسات كونسونطري يعني ماشي مطولة يعني لدراسات كثيرة جدا. أسيدي مبافا هذا ذاكي اكتشف أسرار العلاج بالعسل ذا ثامنت نسعى 32 نوع صافي أزمور نسعى 35 على الأقل ولكن ثامنت العسل نسعى على الأقل 32 نوع يدفك ربي سبحانه عز وجل. وتزيزوث الله يبارك بك سينا ربي ثم كلي من الثمرات ذاك يولهيت ربي من باب الإلهام أجسي الثمرات تزيزوث الله يبارك تحصي ذرار غلب حاير أدوي الخير نكون ذا غدفك ثامنت من مستقبالي ثقارا أكي جعل ربي تزيزوث أن دايل الخير تبضيف أكي قارن القبايل أكي جعل ربي تزيزوث أن دايل الخير تبضيف. ثم كلي من الثمرات فاسلكي سبل ربك
ذللا. كل كلمة تحتاج إلى شرح مطول، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. يخرج من بطونها شراب. أشو تفنسوا عبوض نزيزويث شراب مختلف ألوانه، إشارة إلى أنواع العسل، ماشي كان يقول كاليتي أطاس 3 وراق 3 زقوا 3 بركانت إلى آخره. 30 كاليتوس 30 ماشي ديوث طرون على الأقل. أشو دينا في الأخير ند فيه شفاء للناس، ذو الدواء للناس ودينا للمؤمنين. ربي مدي يهضر في القرآن إن القرآن ذو الدواء غير المؤمنين، الدواء للمؤمنين. ما تامنت إنك الدواء البشر للناس. يزمر يولد كافري ولو على ربي واليوم راس ربي هذه ثمنتها تنفع لا الهلاكات تساوي ثمنت صافي. وقت داخل في عطاءات الربوبيه، ولكن القران من عطاءات الالوهيه. الدليل الايه سلامه ثمنت ان فيه شفاء للناس، ولكن مد يهضر في الشفاء في القران الكريم اشو دينا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه ماشي للناس إن للمؤمنين. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآيتان 68 69 من سورة النحل. باء الثروة المعدنية. الثروة المعدنية الخيار البحثاني كان كسجس المغاولة كان كخطر وجي مدخل تفاصيل دي إن شاء الله. إذا ربي سبحانه وأنزلنا الحديد والزال يصلح للصناعات العسكرية والصناعات المدنية. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. سورة الحديد 25 ذاك ربي سبحانه يبين أهمية الحديد. من بعد الشم ديال القاع يهضر في البترول، يهضر في الذهب في الفضة إلى آخره. ذين شبال الكذب ثقة ذاك يكون هناك إشارات في كتاب الله العزيز. جيم الثروة البحرية. ثورة أيوة نروح غير البحر أيضا ثم شوت بمذانا كذ البحر سقديبث من ولا لما سيدنا نوح تزران سيدنا نوح يسعى العلاقة كذ التجرة يتزوط جور هذه الزوط جور أثن تيرجو ألما دمغينت هذه مغورانت أثن تيزم هذه فلوس فينا أروان ديك الصلصة الكفار ندي الوقت مني أسقار مقل كان سيدنا نوح فرغ الشغل مشي عجبه يسوس على الخاطر يصل الدرجه ياكي، ولكن هو نبي وقارنس شيخ الانبياء امغر الانبياء. ولكن في الاخير قد السفينه ني يمدي في الطوفان بين تحصان السفينه ني اكو ذو كذا الخليس ربي سبحانه يسلكيثن وغرقنا راه. قصه الانسان مع البحر ارسل وسان مازال العلماء اتسافن ماشي تسنلفون ماشي يسنلفون ولاش العالم يتوربان أرا كيرين أسنلفو سوى ربي لو كرياتور يون، ولكن إمسناون أتسافن أتنادين أتقليفن وفان. أما ذا الطباء لمدسان، أما ذا الجيولوج، أما ذا النفرولوج، أما ذا الراديولوج، أما ذا الرقيولوج. أكن ملان رقيولوج نسبة إلى الرقية أكن ملان أتسافن كان. لذلك أشهد أن ربي الثروة البحرية إناد وهو الذي سخر البحر يسخر ذا البحر رزمون الحمد لله. على بالكم أكثر من 70% ذمان 30% ذا القاعة ذا اليابسة. لو كان ماشي تسخير ربي سبحانه العجاب أنحمد ربي نشكار. وقف كان الملح إيماجيت لو كان أمل البحر وملح ثرى أيظهروا خصار في الدونيث يظهروا خصار، ولكن من لاحيث إذا كان دينا ربي كل يوم هذه يفكر يخدم الملح البحر ينس نكوني نخدم البحر أما نخدم الملح وظفونا كنت تكزيرت زمرام شحال كاميون الملح على ناوي باش نخدم الملح يوظفونا كنت تكزيرت الملح ربي سبحانه وحدس باش يصلح يميسع الملح داخل لفوائد ذي الفايدة النار ربي ناد وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ولا تقول من البحر والحوت ماشي كان واقنس ولا كذا مارشي كوفير ذي العجب ذين السين غرا وذات ذين السين مرا، ولكن ربي فيهم بوال كلام المعجز لحما طريا أيضا. وتستخرج منه حلية. أشو معنى الحلية؟
الحلية معناه اللؤلؤ والمرجان أكو الخير قلنا داخل البحر تلبسونها أترسم ترسم الله يا ربي الله يفكي دي حرفيا يسلساس نطابط باش نسى برموس يا اخي غادي نباو القرن زيك القبايل الحمد لله إذا خرفي جلسان تابوط لو كان ذيزم إجلسان تابوط قليل أريلسن أفرموس إيماجين كان ذيزم إجلسان تابوط ديجا سعو الكوراج باش تقابلو من بعد تفيثيد من بعد انت وزهرك بالك هذا مثل 100 باش هذه الحيوان ابري اكسسد ثابط اصل الخير القيمه والسمير ولا اي شيزم كل شيء لحكمه. الور ذاك يا جماعه الخير كذلك المرجان ذو اللؤلؤ اكل خراقي سي داخل البحر وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الآية 14 من سورة النحل. بقيت الدقيقة بشر الدين غديس يأكل خراق من السلام ثروة نباتية ثروة زراعية فلاحية ثروة معدنية ثروة بحرية كل الثروات ثروات معدنية يكي الروج غادي يفكر ربي سبحانه أكل خير غادي يفكر ربي سبحانه إن يكون الزمير مرة توضم سوى 6 شروط. الشرط مزوالو تام السنين الشرط والسين ذو الخدمة وين يبغى نسكسو ذوذي لا شو قلا قاد يخدم وسنين مدنا سيدي إلى قاد يشرو ثيذي تيقا ذاك التفاصيل أرداوية ديال الدرس وايض جراو ثلويث والسلام عليكم ورحمة الله. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام